بعد ما تقسم الكلمة لمقاطع صوتية، لو لقيت مقطع صوتي بيحتوي على تي شوا ان، بتعمل ايه؟ بتشيل التي شوا ان على بعضهم وبتحط صوت واحد بس بينطق عارف كده لما يكون واحد صاحبك بيكلمك بيقول لك حاجة فانت ترد عليه تقول له هو ده الصوت. خلينا نديله رمز 2 ان. مثال كلمة جبل دي فيها صوتين متحركين وبالتالي تكون مكونة من مقطعين صوتيين في فاصل بينهم. المقطع الصوتي الأول بينطق ماون والمقطع الثاني عبارة عن تي شوا ان. لو انت بتنطقه عادي هتقول 10 فيبقى نطق الكلمة mountain mountain. بس هما مش بينطقوا كده، هما بيلاقوا تي شوا ان في مقطع لوحدها فبيشيلوها ويحطوا ويقولوا mountain. أمثلة تانية certain curtain cotton button وغيرهم. وعشان كده الكلمة دي بتنطق important. ليه؟ عشان الكلمة دي بتحتوي على 3 أصوات متحركة وبالتالي تكون مكونة من 3 مقاطع صوتية في فاصل ما بين كل مقطعين صوتيين متتاليين. المقطع الصوتي الأول بيحتوي على صوت متحرك اسمه short I وده عامل زي كسرة بسيطة كده فبتقول M. المقطع الصوتي الثاني بيحتوي على صوت متحرك اسمه sound. النبرة دي بتنطق or فبتقول pour فيبقى نطق المقطعين impore. نروح للمقطع الصوتي الثالث بقى، ده فيه تي شوا ان وبعد كده تي. هنعمل ايه؟ هنشيل التي شوا ان ونقول طب التي اللي في الاخر بامكانك تنطقها وبامكانك تحذفها خالص. يعني بامكانك تنطق الكلمة important وبامكانك تقول important وتشيل التي خالص. mountain. A mountain trail. There is a certain behind the curtain and some cotton Mather explain it to you. The button may not have a future. click the button. very important. So really important. How important environmental protection is to them. Very important and common. لو حابب تتعلم بجد وتبقى فاهم كل قواعد النطق المستخدمة مش بتكرر وتردد وانت مش فاهم اي حاجة، فانصحك تشترك في كورس المقاطع الصوتية وقواعد وصل الكلام اللي احنا بنقدمه. بامكانك تتواصل معنا على الرقم ده او ابعت لنا رسالة على الصفحة. ادخل على موقعنا perfectioncourses.com واتفرج على محاضرة مجانية مدتها ساعة بنوريك فيها تطبيق عملي للخطوات اللي لو عملتها هتتكلم انجليزي بطلاقة وبلهجة امريكية سليمة في 3 شهور بس.